السلام عليكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. باذن الله في الريكورد ده هنشتغل فيه امتحان يو ار تي انجلش 24. الامتحان ده انت لو شخص شغال على اليو ار تي من اول سنه او شخص كنت معانا في كورس الفاينل ريفيجن، باذن الله هيبقى امتحان مألوف بالنسبه لك. مش عايز اقول لك ان هو هيبقى سهل، بس هيبقى مألوف. هتبقى شفت حاجات زيه قبل كده. اول باسج مثلا عندنا باسج ناراتيف، شفت باسج ناراتيف زيها. في باسجات انفورماتيف شفت باسجات زيها. نوعيات الاسئله شفت انواع نوعيات اسئله زيها. فباذن الله الامتحان مش هيبقى فيه حاجه جديده، ومن الناحيه دي هو سيمبل. طبعا ده مش معناه ان هو سهل، الامتحان فيه تريكات وفيه حاجات صعبه، بس باذن الله هيبقى حاجه سيمبل وهتبقى حاجه شفتها قبل كده. بس الفيديو ده هو باذن الله مش هيبقى بس موجه للناس اللي شغاله على اليو ار تي من اول سنه، او للناس اللي كانت معانا في الفاينل ريفيجن، لا هو موجه للناس كلها. ففي منكم ناس ممكن يبقى ما عندهمش خبره كبيره قوي في اليو ار تي. باذن الله الفيديو ده ستيل هيبقى مفيد بالنسبه لك. الفيديو ده احنا هنحاول ان احنا نشتغل فيه بكلام بسيط، كلام سهل. اي حاجه كان ممكن ان انا اقولها وما اشرحهاش، لان احنا شرحناها 10000 مره قبل كده في الكورس، نشرحها تاني مفيش اي مشكله. فباذن الله هيبقى حاجه يعني بيجنر فريندلي جدا. فحتى لو انت ما كنتش شغال معانا من اول سنه، او ما كنتش شغال على اليو ار تي اصلا من اول سنه، ودي واحده من اوائل القطع اللي انت بتحلها او من اوائل الامتحانات اللي انت بتحلها، باذن الله هيبقى هتلاقي فيه بنفيت في الفيديو ده بالنسبه لك، وهيبقى الكلام واضح وسهل وبسيط. طيب اول قطعه عندنا هي قطعه ناريتيف. في القطعه الناريتيف انا اول حاجه بحاول اعملها هي اني بحدد مين هو المين كاركتر بتاعي، وبحاول افهم ايه هي الحاجات اللي بتميزه، ايه هي الديفايننج كاركترستكس بتاعته، ايه هي الصفات او الخصال اللي بتخليه مختلف عن باقي الناس، او الحاجات المميزه ليه. فاول كلمه وصف لي بيها المين كاركتر بتاعي اللي هو اسمه علي، اول كلمه وصفها لي او استخدمها لوصف علي كانت ان هو a young dreamer. هو راجل، هو حالم، هو بيحلم، عنده احلام، هو شخص طموح. كان عايش in the rural outskirts of a thriving nation، يعني عايش في دولة نامية. علي كان دايما بيحب الانجينيرينج، كان راجل بيحب الهندسة جدا، بالرغم من ان عيلته فقيرة. يبقى تاني حاجة انا عرفتها عن علي اهو ان هو عيلته فقيرة. his family is modest means، معناه ان هو يعني على قد حالهم من الاخر، يعني زي ما احنا بنقولها باللغة الدارجة بتاعتنا. فهو شخص من عيلة فقيرة، ولكن مع ذلك هو شخص عنده احلام وشخص طموح وشخص بيحب الانجينيرينج. هو شخص عنده كوميتمنت رهيبه، هو شخص ملتزم جدا، شخص ديترمند، شخص عازم على نجاحه او مصمم على نجاحه. وبسبب كل الصفات دي اللي احنا ذكرناها لحد دلوقتي، هو attracted the attention of a distinguished scholarship program. يبقى في ناس من برنامج بيدي منح للطلاب المتميزين شافوه وعجبهم الصفات دي فيه، وقرروا ان هم يدوا له a scholarship to a renowned international institution. طيب فصاحبنا علي فجأة انتقل من دولة نامية، او دولة اللي هي بيسموها عالم ثالث، من عيلة فقيرة، لشخص بقى بيدرس دلوقتي في واحده من احسن الجامعات في العالم. طيب فعلي كان متحمس جدا وكان فرحان جدا. بيقول لي تريمبلينج هاندز، ايده كانت بتترعش من الفرحه. هارت بريمينج وذ انتسبيشن، كان عنده انتسبيشن او كان منتظر اللحظه دي. علي بدأ الجيرني بتاعته. بيقول لي ان هو سافر للمدينه الجديده، دخل الكامبس بتاع الانترناشونال يونيفرسيتي، وشاف هناك بقى ايه a variety of cultures and ideas. اتعرض بقى الناس من مختلف الثقافات ومختلف الاماكن ومختلف البلاد. وكان الرياكشن بتاعه اول ما وصل كان overwhelmed واكزلريتد. overwhelmed يعني من الاخر حواليه ستيمولنتس كتير وحواليه حاجات كتير لسه بيحاول ان هو يستوعبها وبيحاول ان هو يتأقلم مع المكان، ولكن ستيل هو كان مبسوط وكان فرحان وكان اكسايتد ان هو بقى في المكان الظريف ده، اللي هو لانها طبعا ريناوند انترناشونال انستتيوشن، يعني هو مش في اي حته وخلاص. وبيقول لي ان علي فاوند سولس، او كان يعني سعيد، او كان في الكومفورت بتاعه كان بيجي من الكومرادري بتاعه البيرز والانويفرنج سبورت اوف هيز بروفيسورز. يعني من الاخر البروفيسورز كانوا كويسين جدا، ده اللي انت محتاج تفهمه، والبيرز كانوا بيحبوه وهو كان بيحبه. يعني ايه كلمه كومرادري يا عم؟ مش مهم، كبر دماغك، ما تشغلش دماغك بالكلام اللي هو ايه اللي ملوش لازمه ده. يعني ايه كلمه كومرادري؟ مش، ما حدش مهتم. يعني ايه unwavering support؟ مش مهم. البروفيسورز والبيرز هم دول الناس اللي كان، دي كانت السيركل بتاعت علي، ودول الناس اللي هو كان بيفايند سولس او بيفايند كومفورت في علاقته بيهم. يبقى احنا دلوقتي ودي حاجه تانية احنا اتكلمنا عنها قبل كده في الكورس، بس لو انت ده اول مره تسمعها، ابدا تطبق الموضوع ده في حلك من دلوقتي. ان احنا دايما ما بنمشيش كده في الباسج وخلاص، لا احنا كل باراجراف او اتنين بنقراهم بنوقف كده ثواني وبنحاول نعرف احنا ايه اللي احنا قريناه ده. يعني اول باراجراف دي بتتكلم عن ايه؟ اول باراجراف هدفها الاساسي ان هي موجوده عشان تقدم لي شخصيه علي، تعرفني ايه هي الصفات الاساسيه بتاعت علي، وتعرفني ان علي اتقبل في السكولرشيب بروجرام. تاني باراجراف بتغطي لي وصول علي للمكان او وصول علي للدوله الجديده اللي هو سافر لها. طبعا انا ما عنديش اسم دول هنا، بس هو وصل لدوله جديده. قال لي الرياكشن بتاعه ان هو كان overwhelmed، كان exhilarated. قابل ناس كتير من مختلف الثقافات وعندهم مختلف الافكار، كان بيحب البيرز وبيحب البروفيسورز بتوعه. يبقى دول اول حاجتين انا عرفتهم من اول اتنين باراجرافز عندنا. الباراجراف الثالثه بقى هتتكلم عن ايه؟ هتتكلم عن وصول علي لهناك ازاي اثر عليه. فبيقول لي ان علي بقى ايه، بدأ
his imagination soared to new heights. بدأ بقى يستخدم الايماجينيشن بتاعه بطرق مختلفة. بدأ يشتغل في الريسيرش، وبيقول لي في يوم من الأيام اللي هو كان شغال فيه على الريسيرش بتاعه توصل إلى ديسكفري هتغير مسار حياته. الديسكفري دي او الانفنشن بتاعه، علي ده الديبر انتو هيز انفنشن، هو دلوقتي اخترع معين وبدا ان هو يركز عليه، بدا ان هو يشتغل عليه كتير جدا. بيقول لي بورد كاونتلس اورز، يبقى اشتغل عليه فترات طويله جدا لحد ما قدر ان هو يوصل بالاختراع بتاعه ده للنكست ليفل، ويبدا ان هو يحسنه ويطوره لحد ما بقى معانا اختراع زي ما هو قال لي هنا هيغير مسار حياته للابد. يبقى باراجراف 3 هنا بتغطي لي ازاي ان علي في الاجواء الجديده اللي هو بقى فيها في الانترناشونال انستتيوشن دي، ازاي الاجواء دي ساعدته، خلته ان هو الايماجينيشن بتاعه يبقى مفتوح والافاق بتاعته تبقى يعني متفتحه لحد ما قدر ان هو يوصل لاختراع هيغير مسار حياته للابد. الباراجراف الرابعه هتكلمني بقى عن الافتر ماث بتاع الاختراع، يعني دلوقتي هو بعد ما توصل للاختراع الجميل العظيم بتاعه، ايه اللي هيحصل له بعد كده؟ فقال لي والله ان حياته نفسها هتتغير. الاختراع بتاعه ده بدا ان هو ينتشر throughout the halls of academia. يعني الناس في العلماء يعني بدأوا ان هم يسمعوا عن الاختراع الرهيب بتاع علي. He found himself at the center of attention. الناس كلها كانت مهتمه بيه. Attracting the gaze of investors and mentors alike. المدرسين بتوعه او المنتورز بتوعه، الناس اللي علمته والبروفيسورز بتوعه، كانوا بتجي له طبعا اتنشن رهيب. انفستورز كمان عايزين يستثمروا في الاختراع بتاعه. بقى عنده فيم، بقى عنده فورتشن، بقى راجل مشهور، بقى راجل غني. ولكن مع ذلك ديسبايت بقى كل الكلام ده، مع ذلك هو فضل جراوندد. يعني ايه فضل جراوندد او جراوندد ان هيز روتس؟ يعني فضل ان هو ايه من الاخر ما نسيش اصله، زي ما احنا بنقولها باللغه الدارجه بتاعتنا. علي ما نسيش اصله وما نسيش القريه بتاعته، وقرر ان هو يشتغل تو ابليفت هيز كوميونتي. قرر ان هو يشتغل وان هو يساعد الكوميونتي بتاعته بالاختراع اللي هو عمله. طبعا هو الكلام هنا فيج جدا، لان انا ما عنديش هو ايه هو الاختراع، طب هو اصلا في دوله ايه، طب هو من انهي دوله، الكلام ده كله احنا ما نعرفوش، فهو الكلام فيج بس. يعني اظن لحد دلوقتي باذن الله المفروض يبقى واضح بالنسبه لك. اخيرا بيقول لي في النهايه الرحله بتاعت علي culminated not in isolation or loneliness. ما culminated يعني انتهت، فهي ما انتهتش بتوحد وانعزال والكلام ده زي ما هو كان ممكن خايف او متوقع، ولكن هي انتهت بفيم وريكوجنيشن. بقى شخص مشهور، بقى شخص معروف، الناس بقت بتحبه، بقى معاه فلوس. وكل الكلام ده كان نتيجه لايه؟ نتيجه للبيرسيفيرنس بتاعه، نتيجه لصبره، ونتيجه للعزيمه الرهيبه بتاعته. الصعوبة الوحيدة في الباسج دي هي إن فيها كلمات كتير ممكن تبقى صعبة وتبقى رخمة وتبقى تقيلة شوية. يعني مش شرط كل الناس تبقى عارفة معنى كلمة perseverance. طيب اللي عارف معنى كلمة perseverance مش شرط يبقى عارف يعني إيه كلمة exhilarated. طب اللي عارف معناها مش شرط يعرف يعني إيه كلمة brimming. فالباسج كلها مليانة كلمات صعبة، بس شطارتك هنا بقى إنك تستخدم الكلمات اللي أنت عارفها وتحاول إن أنت إيه تشتغل وتدور على اللي أنت فاهمه وتفهم من خلاله الباراجراف. يعني الباراجراف دي أنت مش محتاج تبقى عارف معنى كل كلمة عشان تعرف تترجمها. هو احنا عارفين هنا ايه he stepped onto the campus of the international university، يعني هو وصل الجامعه وقابل هناك a variety of cultures and ideas. اصلا دي المين ايديا بتاعت الباراجراف. يبقى انا دلوقتي عرفت المين ايديا بتاعت الباراجراف وفهمت الباراجراف بتاعتي بدون ما اخش في كل التفاصيل وفي كل الكلمات المعقده، ويعني ايه كلمه camaraderie ويعني ايه كلمه unwavering. مش مهم الكلام ده كله، انت مش مهم تعرفه. كل اللي انت محتاج تعرفه هي ايه؟ هي تفهم المين ايديا من كل باراجراف وشكرا، عدي. ما تقعدش تقف قدام كل كلمه وتحاول ان انت تترجمها وتحس ان انا لو ما ترجمتش الكلمه دي مش هعرف افهم، او تقلق ان انت مش هتعرف تحل، فتلاقي نفسك ايه متسمر قدام باراجراف معينه او متسمر قدام باسج معينه. دايما تحاول تتجنب الفخ ده. طيب المهم خلينا نراجع تاني سريعا. علي عندنا ايام دريمر، راجل حالم طموح، خد سكولرشيب، راح للسكولرشيب، راح المكان كان عظيم، مكان كان جميل، علي حبه جدا. وهناك وهو شغال في الريسيرش توصل لديسكفري هتغير حياته للابد، او توصل لانفنشن يعني هيغير حياته للابد. الانفنشن ده غير له حياته زي ما احنا لسه قايلين، بقى هو السنتر اوف اتنشن، بقى عنده فيم اند فورتشن، ولكن ما نسيش نفسه او ما نسيش اصله، وقرر ان هو يساعد الكوميونتي بتاعته. وده كان علامه، او وصوله للنجاح ده كان علامه على البيرسيفيرنس بتاعته، وعلامه على او يعني مصدر الهام للجنريشنز الجايه. طيب تعالى بقى نخش على الاسئله. ودي عموما حاجه بالذات لو انت مش ما عندكش خبره كبيره في اليو تي، دي حاجه مهمه جدا انك تعملها، انك بعد ما تخلص كل باسج تحاول ان انت كده مع نفسك الموضوع ده ما خدش مننا 30 ثانيه. 30 ثانيه كده ايه، اعمل ريكاونتنج الاحداث الباسج في دماغك. الكلام ده بيساعدك جدا ان انت تبقى فاكر كل حاجه اتذكرت فين، تبقى فاكر الترتيب المنطقي للاحداث، تبقى عارف ان لو اتسالت على جزئيه معينه هتعرف تدور على اجابه السؤال فين. يعني على سبيل المثال السؤال الاول عندنا بيقول لي ان الرحله بتاعت علي للانترناشونال يونيفرسيتي was marked by نقط. الرحله بتاعت علي كان فيها نقط. طيب الرحله بتاعت علي دي لو انا حبيت ادور عليها اصلا هدور عليها فين؟ هدور عليها هنا. احنا هنا في اول باراجراف قدمنا علي وعرفنا مين هو علي وعرفنا ان هو اتقبل في البروجرام، صح؟ في باراجراف 2 كلمتني عن الرحله بتاعت علي ووصوله
الانترناشونال انستتيوشن، وهنا كلمتني عن الاختراع، وهنا كلمتني في باراجراف 4 كلمتني عن الافتر ماث بتاع الاختراع. فالمهم ان انا سؤال زي كده تلقائي انا عارف ان هطلع ادور في باراجراف 2، ولو طلعت هلاقي ان الاجابه الصح طبعا هي اكسايتمنت اند انتسيبيشن. الاجابه دي انا ممكن اتوصل لها باكتر من طريقه، اولهم ان هو قال لي هنا في اول باراجراف 2 في اول جمله ان تريمبلينج هاندز، ايده كانت بتترعش، اند هارت بريمنج وذ انتسيبيشن. فانت المفروض لو انت شفت كلمه انتسيبيشن اصلا تقوم جاي تختار الاختيار ده اصلا من غير ما تكمل تفكير. وطبعا اكسايتمنت هو كان فرحان جدا ومبسوط جدا واكسايتد جدا، لانه بيقول لي ان ايده كانت في رعشه في ايده من كتر ما هو مش مصدق يعني. فانت ممكن تتوصل لها بالطريقه دي، او برضو ممكن ان انت تستبعد، لان كل الاختيارات التانيه مش بتفت التون بتاع الباسج. الباسج دي كلها بوزيتيف ومليانه مشاعر جميله، والراجل طموح ووصل وحقق حلمه والكلام الجميل ده كله. مفيش فيها مكان للديسبير والديسابوينتمنت، لليأس والإحباط. مفيش فيها مكان للفير والانسرتين، مفيش فيها مكان للخوف والشك والقلق. مفيش فيها مكان للريلكتنس والهيزيتيشن اللي هي الشك والتردد والقلق برضه. مفيش مكان لكل الكلام ده. احنا الباسج هنا بتكلمني عن الاكسايتمنت والانتسيبيشن وكل البوزيتيف ايموشنز. فانت كل الكلام ده انا بحاول ايديت معاك على ان كل سؤال، او بحاول اثبت لك ان كل سؤال ممكن يتحل بثلاث اربع طرق. تمام. فانت اولا انت طبعا بتحاول تلاقي الاجابه الصح، فانت بتحاول ان انت تعرف السؤال ده هدور على اجابته فين. هدور على اجابته هنا في باراجراف 2، لقيت كلمه انتسيبيشن يبقى هي دي اجابه صح. طيب افرض انا ما عرفتش اعمل كده، افرض انا ما كنتش فاهم الباراجراف قوي، طيب انت ممكن تستبعد بناء على التون اوف ذا باسج. كل الحاجات دي نيجاتيف يبقى هنستبعدها. في اوقات تانية الكلام ده هوريه لك برضو، ممكن يبقى في ثلاث اختيارات ليهم نفس المعنى فهتستبعدهم فورا. يعني مثلا لو جه قال لك ان علي كان شخص جود وندرفول اميزنج، طب ما جود وندرفول واميزنج ليهم نفس المعنى، فطبيعي انا ممكن استبعدهم كلهم. ده ايه اللي هيخلي وندرفول صح واميزنج غلط؟ ما هي لو وندرفول صح اميزنج لازم تبقى صح، فانا اقدر استبعد الثلاثه بسهوله كده يعني. فكل سؤال بيبقى ليه اكتر من طريقه انت ممكن تحله بيها. فحاجه زي كده برضو تخليك ما تفقدش الامل، ان انت لو شفت سؤال ممكن مش عارف اجابته او مش فاهم قوي الجزء في الباسج اللي بيتكلم عنه، ما تفقدش الامل. لا، انت ستيل ممكن تجيب درجه السؤال بدرجه بطريقه مضمونه لو بس ركزت شويه، او لو حاولت تفكر اوت اوف ذا بوكس. طيب احنا ضيعنا وقت كتير قوي في اول سؤال، واحد لسه عندنا 49 سؤال تانيين، فانا مش عايز كل سؤال اقعد يعني اتكلم فيه كتير. انا بس حاولت افهمك احنا هنشتغل ازاي على مدار باقي الامتحان. فخلينا نشد حيلنا شويه بقى. السؤال التاني بيقول لي لما علي وصل اليونيفرسيتي he was overwhelmed by نقط. طيب لما وصل اليونيفرسيتي يبقى انا هدور فين؟ انا هدور هنا في الباراجراف اللي بتوصف لي رحلته بوصوله لليونيفرسيتي. طيب هو كان overwhelmed by ايه؟ by the diversity اللي هو لقاها بتاعت الكالتشرز والايدياز. يبقى هو overwhelmed yet exhilarated by the diversity. يبقى الاجابه الصح هنا هي مين؟ هي the diversity of cultures and ideas اللي هي رقم بي. طيب بالرغم من التحديات اللي علي واجهها في البدايه he found solace in نقط. كلمه solace دي مش موجوده غير مره واحده بس في الباسج اللي هي موجوده هنا في باراجراف 2. قال لي ان علي found solace in the camaraderie of his peers and the unwavering support of his professors. يبقى هدور على اي اجابه فيها peers هختارها، اي اجابه فيها professors هختارها. طيب هل هو كان الحاجه اللي كانت بتديله الطمأنينه والاحساس بالهدوء كانت الاوضه بتاعت السكن بتاعته؟ لا، هو قال لي زمايله في السكن، بس هل الاوضه نفسها؟ لا. فاميلي ما جابش سيره الفاميلي تماما. هوم تاون ميموريز او الذكريات بتاعت طفولته او بتاعت القريه اللي هو نشأ فيها؟ لا طبعا. فالاجابه الصح هنا هي سبورت اوف هيز بروفيسورز. فاحنا ممكن نستبعد او ممكن نتوصل الاجابه الصح دايركت من الباسج نفسها. طيب علي كان انسبايرد من الاتموسفير اللي كان في الجامعه وبدا ان هو نقط. بص السؤال ده انا اصلا مش هطلع ادور لك على اجابته، انا هستبعد ثلاث اجابات غلط وهتوصل الاجابه الصح من غير اصلا ما اقرا الباسج. هل علي بدا يشك في قدراته؟ علي بدا يكويستشن هيز بيربس، يتساءل اللي هو انا موجود هنا ليه وانا بعمل ايه هنا، ويبقى عنده من الاخر زي اكزيستنشال كرايسيس؟ علي بدا يبقى منطوي وينعزل كده على نفسه؟ ولا علي بدا يكسبلور ا سوبريم تارجت، بدا ان هو يحط هدفه على او يحط نظره على اهداف عاليه اللي هي الاختراع اللي هو من الاخر هيتوصل له؟ طبعا هو ده اللي حصل. ليه استبعدت A وبي ودي؟ لانهم كلهم عكس التون او عكس الثيم بتاعت القصه بتاعتي. القصه بتاعتي كلها بوزيتيف، ما فيهاش مكان زي ما انا لسه قايل حالا للشك الاكزيستنشال كرايسيس والانطواء والكلام ده. لا، هو ما كانش شخص انطوائي خالص ولا كان شخص بيشك في نفسه تمام. طيب في مره من المرات لما علي كان doing research he stumbled upon نقط، هو توصل الى نقط. طيب ما احنا لسه قايلين وهو شغال بيعمل الريسيرش بتاعه اكتشف ايه؟ توصل للديسكفري هتغير حياته للابد اللي هو الانفنشن بتاعه. طبعا انا ما اعرفش ايه هو الانفنشن، بس الاجابه الصح هتبقى توصل للديسكفري جديده او توصل لانفنشن جديد. الكلام ده اللي هو فين؟ اللي هو في اوبشن بي جراوند بريكنج ديسكفري. طيب 6. علي كان عنده سبورت وديديكيشن من البيرز ومن البروفيسورز. هي ديسايدد تو نقط، هو تخلى عن البروجكت بتاعه. هو
ساب بلده فور ايفر، لا احنا طبعا احنا عارفين ان ده غلط، لان احنا قلنا ان هو عمره ما نسي اصلا. طيب ريتيرن تو هيز هوم لاند، رجع للارض بتاعته، لا هو اولا he pursued his invention further، والكلام ده موجود في الباسج بالنص برضو. قال لي هنا ان هو بدأ يدلف deeper into his invention. delve deeper يعني بدأ ان هو يشتغل بشكل اعمق، وبدأ ان هو يتعمق في الانفنشن بتاعه لحد عشان يعمل له refinement و development، عشان يطور الاختراع بتاعه لحد بقى ما بدأ يشتهر وبدأ الانفستورز يجوا. وساعتها قرر ان هو هيستخدم الانفنشن بتاعه عشان يuplift his community. طيب سبعة with determination and perseverance. علي worked tirelessly to نقط. هو اشتغل كتير عشان ايه؟ كان عايز يبهر زمايله، كان عايز يكسب فلوس كتير، كان عايز يحافظ على السكولرشيب او يحافظ على المنحة بتاعته، ولا كان عايز يريفاين هيز انفنشن؟ احنا عموما لسه قارينها حالا فوق، فانا مش هطلع تاني. هو طبعا كان عايز يريفاين هيز انفنشن. طيب اول ما الانفنشن بتاع علي بدا ان هو ينتشر، هو اتراكتد ذا اتنشن اوف مين الناس اللي اهتمت بالانفنشن بتاع علي؟ طيب فاكر لما قلت لك ان باراجراف 4 هي اللي بتتكلم عن الافتر ماث بتاع الانفنشن؟ هتقول لي طبعا فاكر. هقول لك يبقى احنا هنقرا باراجراف 4 وهنلاقي ان علي اتراكتد ذا جيز اوف انفستورز اند منتورز الايك. يعني الاجابه الصح هنا هتبقى مين؟ هتبقى رقم بي، انفستورز اند منتورز. طيب بالرغم ان علي كان عنده تمتيشن، يعني كان يعني ايه اللي هو ممكن كانت نفسه بتكلمه كده بتقول له طب ما احنا نرجع البيت، واحنا خلاص ناس ناجحه والناس معانا فلوس وبتاع، ما نرجع كده ونروح نبني لنا حته عماره كده ولا حاجه ونسكن فيها ونتجوز وخلاص، صح؟ نفسه كده كانت بتكلمه بالكلام ده. ولكن علي ما سمعش كلامها. he chose to نقط. احنا لسه قايلين حاجه ان هو استخدم الانفنشن بتاعه عشان ايه؟ عشان يابليفت هيز كوميونتي. ما راحش كده قعد في البيت وقال لك والله انا عملت شويه فلوس حلوه قوي واروح ايه واروح اريح، لا هو استخدم الانفنشن بتاعه عشان يساعد بيه الكوميونتي بتاعته. طيب في الاخر خالص سؤال 10 بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان ذا اند بقى في النهايه، الرحله بتاعت علي من القريه الصغيره بتاعته للجامعه العظيمه العريقه دي انتهت بنقط. طيب انتهت، يبقى احنا بندور فين؟ بندور في الكونكلوجن. الرحله بتاعته انتهت بايه؟ هل هي انتهت بايسوليشن اور لونلينس؟ قال لي لا، not in isolation or loneliness. طيب انتهت بايه يا عم؟ انتهت بفيم اند ريكوجنيشن. يعني الاجابه الصح هنا هي رقم بي. طيب جميل جدا، مسج كامله خلصت الحمد لله زي الفل. ما اظنش ان هي كانت فيها حاجه يعني رخمه جدا. الباسج التانية بقى بتكلم، هي باسج انفورماتيف، بتكلمني عن البدايات بتاعه الاستيثوسكوب اللي هي السماعه الطبيه، اكيد انتوا عارفينها. فبتكلمني عن بدايه الاختراع ده، ازاي الاختراع ده بدأ. فبتقول لي والله ان بالرغم من ان احنا دلوقتي عندنا lots of high tech diagnostic equipment، يعني عندنا ادوات كتيره جدا بنستخدمها في الدايجنوسيس، بنستخدمها في تشخيص الامراض، ولكن الاستيثوسكوب هو ستيل بالرغم ان هو يعني ذا هامبل ستيثوسكوب، بالرغم ان هو حاجه يعني مش تكنولوجيكلي ادفانسد ولا حاجه، هي اداه عاديه جدا ما فيهاش اي تكنولوجيا حديثه ولا بتاع، ولكن ستيل هي الصوره بتاعه الميديكال كير. يعني اي حد بيفكر في دكتور بيفكر بالدكتور ومعاه ايه؟ ومعاه السماعه. ما حدش بيفكر في الام ار اي ماشين، وما حدش بيفكر في ما اعرفش مين، كله بيفكر في ايه؟ في الميديكال. ما حد يفكر في الدكتور بيفكر في الاستيثوسكوب. فبيقول لي ان اي دكتور بيشتغل في اي حاجه متعلقه بالهارت ولا باللنج دايما لازم تلاقي معاه الاستيثوسكوب اللي هي السماعه الطبيه. ليه؟ لان هي مش بس a helpful device، يعني هي اداه مفيده جدا بالنسبه له في الدايجنوسيس، ولكن هي كمان دلوقتي بقت a symbol of medicine، هي بقت رمز من رموز الطب. يبقى انا كده من الانترودكشن بتاعتي عرفت ان دي باسج انفورماتيف. الكاتب هيقدم لي فيها شويه معلومات عن الاستيثوسكوب، ازاي بدات من اول بدايتها اهو في القرن ال 18 لحد دلوقتي شكلها بقى عامل ازاي. فالمهم بدأنا، بيقول لي والله ان الدكاتره في القرن ال 18 كانوا بيشخصوا البيشنتس. طيب كانوا بيشخصوهم ازاي؟ بيقول لي عن طريق الفيربال ديسكريبشن بتاع السيمبتوم. يعني تقعد كده البيشنت على الكرسي وتقول له صباح الخير يا عم الحاج، انت حاسس بايه النهارده؟ يقول لك والله انا قلبي وجعني. طب قلبك وجعك ازاي يا عم الحاج؟ يا عم هو وجعني وخلاص. مش طبعا البيشنت مش هيعرف يوصف لك الموضوع بمصطلحات طبيه. فهنا كانت المشكله، ان احنا دلوقتي مش عارفين نفهم البيشنت عنده ايه. انا ما عنديش طريقه اشخصك بيها، فبالتالي had to rely completely on the patient's verbal description. وطبعا دي حاجه ايه؟ حاجه مش منطقيه تماما. فبيقول لي ان في اوقات كتير جدا كان المرضى بيموتوا مننا وانا ما عنديش اي objective data. doctors had few means of gathering objective data. ما عنديش اي طريقه اقدر اتوصل بيها المعلومات ايه؟ تساعدني اشخص. وخد بالك من كلمه objective، لان كلمه objective عكسها ايه؟ عكسها subjective. subjective يعني حاجه من وجهه نظري انا او من وجهه نظرك انت، واوبجكتيف دي يعني حاجه factual حقيقيه موضوعيه ما فيش فيها اي انحياز او ما فيش فيها اي حياديه تماما. فانا بحاول دلوقتي اتوصل لاوبجكتيف داتا، انا بحاول دلوقتي اتوصل لحاجه دقيقه، لان البيشنت ممكن ما يعرفش يوصل. فالبيشنت هيديني سبجكتيف داتا ممكن تبقى مفيده وممكن لا، بس انا عايز طريقه توصلني لاوبجكتيف تروث. انا عايز يبقى عندي الحقيقه، لان انا لو شخصت البيشنت غلط هيموت. فالمهم يعني من الاخر الباراجراف دي
كل اللي هي بتحاول تقوله لي ايه؟ ان زمان كان في مشكله. ايه هي المشكله يا عم الحاج؟ قال لك والله المشكله ان احنا ما عندناش طريقه نجمع بيها الاوبجيكتيف ده. فبالتالي البيشنت كان يموت ونعرف هو مشكلته ايه على الاوتوبسي تيبل، يعني بعد ما نشرحه بقى، يعني الجثه خلاص الشخص يموت ونشرح الجثه ونكتشف اه ده الراجل ده كان عنده مشكله في الصمامات. احنا طبعا ما عرفناش نشخصه وهو عايش، فمات مننا، وعرفنا نشخصه بعد ما مات. فدي مشكله كبيره عايزين لها حل. طيب ايه الحل بقى بتاعنا؟ فقال لي والله كان في اكتر من حل. يعني على سبيل المثال ابسط حل، قال لك والله ان الدكتور would press an ear directly against the patient's chest. يبقى هو من الاخر بيحط كده ودن على صدر العيان ويسمع ضربات القلب او يسمع صوت التنفس او بتاع، ويحاول ان هو يشخص بالطريقه دي. طبعا الطريقه دي ما كانتش يعني كويسه، هي كانت undignified، كانت imprudent، ولكن اهم من كده كانت محتاجه كلوز فيزيكال كونتاكت ما بين الدكتور والبيشنت. طيب ازاي دي مشكله فيها ايه يعني ما الدكتور والبيشنت يبقوا قريبين من بعض؟ قال لي والله احنا عندنا contagious disease، عندنا امراض معديه ممكن تتنقل من البيشنت للدكتور. قتلت لنا الدكتور بيحاول يشخص ويعالج، مات بسبب العدوى. فبيقول لي ان الترانسميشن ده may have contributed to the death of one proponent of this approach، اللي هو دكتور فرنسي اسمه روبرت. روبرت ده كان واحد من البروبوننتس او واحد من الداعمين للابروتش ده. هو كان شايف ان اه يا عم طب ما تحط ودنك على صدر العيان وخلاص، ما نوجعش دماغنا باي اختراعات حديثه ولا بتاع. هو كان بروبوننت او كان داعم للابروتش ده. الايرونيك بقى والحاجه المضحكه هنا ان بالرغم ان هو دعمه الابروتش، هو مات اصلا بسبب ايه؟ بسبب ان هو تعدى عدوى تيوبركلوسس من مريض كان بيحاول يشخصه بالطريقه دي. طيب احنا دلوقتي عندنا طريقه، وللاسف هي طريقه فاشله وطريقه فيها عيوب كتير، فاحنا محتاجين طريقه تانيه. فهنا بيجي دور صاحبنا الفرنساوي برضو اللي اسمه لينك. لينك ده حل المشكله دي تمام. طيب حل المشكله دي ازاي؟ قال لك والله هو افتكر ان acoustic phenomenon he had experimented with as a child. يعني وهو صغير افتكر كده ظاهره اكوستيك، يعني حاجه سمعيه متعلقه بالسمع يعني. فافتكر ظاهره هو كان بيلعب بيها وهو صغير. قال لك والله ان احنا هم كانوا بيجيبوا عود خشب، ويجي هو على اول العود يعمل رسائل او يعمل زي اصوات كده معينه في اول العود الخشبي ده، ويلاقي الاصوات بتتنقل للناحيه الثانيه من العود. يعني انت لو حطيت ودنك على الناحيه الثانيه تسمع الاصوات اللي حصلت فوق. فقال لك حلو قوي، يبقى احنا دلوقتي الاصوات او الرسائل دي او الاصوات دي او المسجز دي ممكن تتنقل عن طريق الودن بلان. طب ما احنا ممكن نستخدم الظاهره دي لصالحنا. فقال لك والله ان الاكتشاف ده بقى غير مسار الميديسين فور ايفر. فلينك بدأ الموضوع ازاي؟ قال لك والله هو جاب شويه ورق من النوت بوك بتاعه وبرمه كده، يعني لفه كده لف نارو جدا وبرمه كويس، ومن الاخر عمل بيه زي سلندر بشويه ورق كده، عمل زي سلندر، والسلندر ده حط فوق او التيب بتاعت السلندر على صدر البيشنت، والتيب الثانيه فين؟ عند ودنه، وبدأ يسمع بيها صوت القلب بتاع البيشنت او صوت التنفس بتاع البيشنت بدون احتياج ان هو يبقى قريب من البيشنت بتاعنا. وبكده ده كان اول شكل او ابسط شكل للاستيثوسكوب اللي اتعمل في التاريخ. فباستخدام الطريقه دي the heart sound could be heard more distinct. طيب حلو قوي. الطريقه دي بدات ان هي تتطور على مدار الوقت لحد ما بيقول لي ايه الطريقه دي بدات تنتشر عند الدكاتره التانيين. بقى عندنا 55 فيرجن، كل دكتور من الاخر بقى بيعمل الفيرجن بتاعته، لحد ما وصلنا سنه 1855 دكتور امريكي اسمه جورج. الدكتور ده هو الاول واحد يعمل الباينورال ستيثوسكوب. يعني ايه باينورال؟ يعني من الاخر حاجه متعلقه بالودنين. يعني فمن الاخر الاستيثوسكوب اللي هو مش بس بتسمع بيه بودن واحده، لا انت بتحط في سماعتين، كل سماعه سماعه في كل ودن، وتبدا ان انت تسمع من خلالها ضربات القلب بشكل صريح جدا. فهو اول واحد عمل الباينورال ستيثوسكوب ده، ومن ساعتها الاستيثوسكوب بقى ما اتغيرش كتير. بيقول لي the stethoscope changed only modestly، يعني ما حصلش فيه اي تغييرات كتير. يعني الساينتفك بيس هو ممكن تغيير بسيط هنا او هناك، بس الاساس العلمي فضل زي ما هو ما اتغيرش. لو جينا دخلنا على الاسئله هتلاقي اول سؤال بيقول لي ايه؟ بيقول لي انهي انسب عنوان للباسج؟ طيب الباسج دي بتكلمني عن، هل هي بتكلمني عن لينك؟ لا، هي بتكلمني عن الاختراع اللي لينك عمله، بتكلمني عن الاستيثوسكوب، وبتكلمني عن تاريخ الاستيثوسكوب. قال لي ان ازاي احنا بدأنا من اول ان الناس كان عندنا مشكلة كبيرة، وبعدين بدأنا ان احنا نحاول المشكلة دي. جربنا اول حل، الحل فشل ذريع. جربنا حل كمان ان احنا نعمل من الاخر اللي هو طبعا ساعتها ما كانش اسمه ستيثوسكوب، بس جربنا ان احنا نعمل زي سيلندر ونحطه على صدر العيان ونسمع من خلاله. بعدين الديزاين ده اتطور على مدار الوقت لحد ما وصلنا للاستيثوسكوب اللي احنا بنستخدمه دلوقتي. فيبقى الباسج دي حكت لي التاريخ بتاع الاستيثوسكوب. هل حكت لي حياة الدكتور والموسيقار لينك؟ لا. هل حكت لي أهمية الفيزيكال اكزامينيشن في الميديسن، او ازاي التشخيصات دي مهمة؟ لا برضو طبعا مش ده هدف الباسج الأساسي خالص. هل كلمتني عن
الظواهر السمعيه ودورها في الميديكال فيلد؟ لا طبعا مش ده اللي حصل. فالاجابه الصح هنا هي اوبشن A. طيب قبل اختراع الاستethoscope الدكاتره كانت بتعمل نقط، احنا لسه قايلين حالا، كانت بتحط ودنها على ود او على صدر العيان. بس قبل كده حتى، قبل اختراع الاستethoscope كان بيعملوا ايه؟ كانوا بيعتمدوا على الفيربال ديسكريبشن بتاع السيمتومز. كان يخلي البيشنت يحكي لي السيمتومز بتاعته، ومن هناك ببدا ان انا اشخصه. لو انت كنت ملخص الباسج في دماغك، سؤال زي كده كان هيبقى ابسط جدا بالنسبه لك. ليه؟ لان قبل اختراع الاستethoscope ده احنا اتكلمنا عن اختراعه في باراجراف 3. فالاجابه الصح بتاعتي هتبقى هنا فقط. يبقى انا مش محتاج اقرا الباسج كلها بحثا عن الاجابه، لا انا عارف ان اجابتي هتبقى في الجزئيه دي. لو طبعا كنت دورت في الغالب اصلا الاجابه مش هتبقى في الانترودكشن يعني، فانت الغالبيه العظمى في الغالب هتلاقي الاجابه هنا. لو كنت دورت شويه كنت هتلاقيها في تاني سطر اجابه سؤال. فيبقى فكره ان انت تحاول تحدد كل باراجراف في الباسج بتتكلم عن نقط هتساعدك جدا في انك لما تشوف سؤال تعرف اجابته هتبقى فين، وتطلع ان انت تدور عليه في الريفرنس اللي انت عرفته في دماغك. طيب بيقول لي لما احنا كنا بنحط ودننا على صدر العيان دايركتلي، دي كانت مشكله. ليه كانت مشكله؟ انا مش محتاج اطلع لان هي سهله جدا. قال لي ان هي كانت ان هايجينيك وممكن يحصل انتشار امراض، زي ما حصل مع صاحبنا الدكتور الفرنساوي ده اللي مات من التيوبركلوسيس بسبب عدوى هو اخذها وهو بيكشف على العيان بالطريقه دي. طيب الاختراع بتاع لينك اللي هو الاستيثوسكوب was inspired by نقط. ايه الالهام بتاع لينك اللي خلاه يتوصل للاختراع ده؟ برضو لو انت كنت ملخص الباسج في دماغك كويس ومفهرسها في دماغك كويس، كنت هتعرف ان الباسج اللي اتكلمت عن اختراع الاستيثوسكوب كانت مين؟ كانت الباسج دي. هنا احنا اتكلمنا عن الانترودكشن، هنا اتكلمنا عن ما قبل الاستيثوسكوب، هنا اتكلمنا عن محاولة فاشلة بحل المشكلة، وهنا اتكلمنا عن اختراع الاستيثوسكوب نفسه. طيب الاختراع نفسه كان ايه هو الالهام بتاعه؟ قال لي ان لينك حل المشكله لما ابتكر الظاهره السمعيه اللي هو كان بيعمل بيها اكسبيرمنتس وهو طفل. فيبقى الاجابه الصح هنا هي ايه؟ هي his childhood experiments، الاكسبيرمنتس او التجارب اللي هو كان بيعملها وهو طفل صغير. طيب الاستيثوسكوب بتاع لينك كان معمول من نقط، احنا لسه قايلين برضو الكلام ده، وهي مباشره جدا مش محتاجين نطلع. كان معمول من ورق نوت بوك مبروم كده على نفسه، وبيتحط على صدر العيان، بتقدر ان انت تسمع من خلالها اي حاجه انت عايز تسمعها. طيب الباينورال ستيثوسكوب اللي هو الاستيثوسكوب اللي بيتلبس في الودنين ده، مش في ودن واحده بس، اتطور امتى؟ او انهي جمله من دول مظبوطه عن الديفلوبمنت بتاعه الباينورال ستيثوسكوب؟ هل كان الافكتفنس بتاعته قليله او السعر بتاعته عالي؟ هقول لك لا، العكس، ده هو الافكتفنس بتاعته كانت اعلى، والسعر بتاعه كان 2 يورو فقط. فلا هو ولا كان سعره عالي ولا كان not effective. allowed for listening with both ears، طبعا هو اصلا اسمه باينور، يبقى سمح لنا ان احنا نسمع بايه؟ بودنينا الاثنين. والكلام ده ممكن نتاكد منه فين؟ من الباراجراف الخامسه اهي اللي هي بتتكلم عن الباينور الاستيثوسكوب. بيقول لي والله ان انت كنت بتحط او كان عندك تو ايفوري تيب اير بيسز، يبقى انت كان عندك سماعتين، بتحط سماعه في كل ودن وبتوصل الابوني تشيست بليت على صدر العين. طيب سؤال 17 بيقول لي الديزاين بتاع الاستيثوسكوب اتغير ازاي على مدار الزمن؟ احنا قلنا ان هو ما حصلش فيه تغييرات كتير، قلنا ان هو تقريبا فضل زي ما هو على مدار الزمن، تغييرات بسيطه جدا اللي هي changed only modestly. طيب الهدف الاساسي من الاستيثوسكوب هو نقط. الاستيثوسكوب ده هو حل لمشكله. فاكر المشكله دي كانت ايه؟ المشكله دي كانت ان احنا ما عندناش اي طريقه نجمع بيها اوبجكتيف داتا هتساعدنا في التشخيص، ما عندناش طريقه نجمع بيها اوبجكتيف دايجنوستيك داتا. فجربوا ان هم يحلوا المشكله بطريقه وفشلت، وبعدين جربوا الطريقه الثانيه اللي هي بتاعه الاستيثوسكوب وهي دي اللي نجحت. طيب بس المشكله الاساسيه بقى بتاعتنا او الهدف بتاع الاستيثوسكوب معمول ليه اصلا؟ معمول عشان يخليني اجمع objective data for the diagnosis. طيب استخدام الاستيثوسكوب مرتبط بنقط. بيموت البيشنتس اكتر؟ لا طبعا. بيخلينا مش محتاجين نجمع ميديكال هيستوري مش مذكوره في الباسج. بيحسن الدايجنوستيك كابابيلتيز، اكيد احنا لسه قايلين اصلا ان هي المشكله الاساسيه ان احنا ما عندناش طريقه اوبجكتيف ندايجنوز بيها، بس بوجود الاستيثوسكوب بقى عندنا طريقه. طيب اهميه الاستيثوسكوب بغض النظر عن كونه ميديكال تول، هو مهم بانهي طريقه تانيه؟ احنا قلنا هو a helpful tool او a helpful device طبعا، ولكن هو برضه ايه؟ a symbol of medicine، هو رمز من رموز الطب. يعني الاجابه الصح هنا هي اوبشن دي.
الباسج الثالثه هي مش مفهومه، هي باسج هلاميه كده ملهاش نوع معين، وما اقصدش مش مفهومه يعني مش هنعرف نفهمها، اقصد نوعها مش مفهوم او نوعها مش واضح، ولكن باذن الله هنفهمها وهتبقى بسيطه وسهله. الباسج بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان كلمات زي ثانك يو او سوري احنا بنستخدمها كتير جدا. two of the most often used phrases بنستخدمها على طول. طيب امال ايه المشكله؟ بيقول لي however how frequently do we mean them. هل احنا دايما لما بنقول ثانك يو سوري احنا فعلا بنبقى لما بنقول لحد شكرا هل احنا فعلا عايزين نشكره؟ هل احنا فعلا بنمين الكلام اللي احنا بنقوله، ولا هي مجرد كلمه بنرميها وخلاص؟ فبيقول لي ان قبل ما تقول ثانك يو it's important to comprehend the fundamentals of thankfulness. انت لازم تبقى عارف يعني ايه اصلا الامتنان ده، او انك تقول لحد شكرا، انك تبقى ممتن لحد، يعني ايه انك تبقى ثانكفul لحد. فبيقول لي ان الجراتيتيود او الامتنان هي قدرتك انك تشو كايندنس، انك تبقى عندك انت تبقى كايند للناس دول، تبقى طيب وحنين وظريف ولطيف كده معاهم. انك تبقى فيل جريتفول، انك تشعر بالامتنان ناحيتهم. او تو اكسبريس ابريشيشن، ان انت تبقى مقدر المجهودات اللي هم عملوها عشانك، او مقدر وجودهم، او مقدر الخدمه اللي هم قدموها لك. فانت دي كده الشروط بتاعه الجراتيتيود: الكايندنس، الجريتفولنس، والابريشيشن. فبيقول لي ان احنا دلوقتي كل الناس عايشه مش مهتمه غير بنفسها بس. احنا اوكيوبايد دلوقتي بايه؟ او الحاجه اللي شغلانا هي ايه؟ هي اور لايفز، حياتنا. ازاي ان احنا نميت اور وانتس، ازاي ان احنا نلبي احتياجاتنا، وازاي ان احنا نكمبلش اور اوبجكتيفز، ان احنا نحقق اهدافنا. ولكن دايما بنبقى بنفكر في نفسنا بس، واحنا دايما ما بنشوفش الناس اللي حوالينا، او ما بنقدرش الناس والاشياء اللي حوالينا. فبيقول لي الناس اللي حوالينا دي هي الناس اللي تستحق التقدير فعلا، بالرغم ان احنا في اوقات كتير مش بنقدرهم. فبيقول لي ان في بعض الناس اللي هم الاذرز، الاخرين عموما، كل الناس مش بس بعض الناس يعني، they labor to make our lives more comfortable. هم بيشتغلوا وبيتعبوا عشان يخلوا حياتنا احسن، وعشان يخلوا حياتنا اكثر راحه. ولكن احنا we rarely give them any thought. احنا اصلا مش بنفكر فيهم، او نادرا ما بنفكر فيهم او بنهتم بيهم. فيبقى احنا حوالينا ناس كتير جدا بتتعب وبتشتغل عشان تخلي حياتنا افضل، وعشان تخلي حياتنا اكثر اريحيه، ولكن احنا مش بنهتم بيهم، او مش بنوعي لهم اي اهتمام، او ما عندناش اي شكر او امتنان ناحيتهم. فالكاتب هنا بدأ بقى يديك شوية نصايح ممكن تساعدك انك تبقى مور جريتفul. فبيقول لك مثلا اعمل لستة لكل الاشياء اللي انت فعلا تشعر بالامتنان ناحيتها، او اللي انت بتشكر ربنا ان هي موجودة عندك. اعمل لستة بكل النعم اللي موجودة عندك. الحاجات اللي انت ما كنتش بتفكر فيها، الحاجات اللي انت واخدها فور جرانتد، انت مش معتبرها نعمة اصلا، انت ناسي ان هي نعمة، او ناسي ان هي في ناس تانية بتتمنى الحاجات اللي عندك. فبيقول لك اعمل لستة بالحاجات دي، فكر فيهم دايما، نبقى جريتفول للحاجات دي، او دايما نبقى ثانكفول ناحية الحاجات دي، لانها صفة مهمة جدا. فبيقول لك مش بس هي صفه مهمه جدا، لا ده وات برينجز يو جوي، دي الحاجه اللي بتخليك سعيد، او الرضا من الاخر هو سر السعاده. ده اللي الكاتب بيحاول يقوله. في بعض الناس بتقعد ستريس اوت about what they do not have or that they are not received. يعني الحاجه اللي هي مش موجوده عندهم، او اللي يعني انا ما عنديش عربيه، ما اعرفش مين ده، انا ما دخلتش الكليه الفلانيه، ده انا ما دخلتش الجامعه الفلانيه. ويقعد ان هو يلوم نفسه، ويقعد يفكر يا ده انا لو بس عندي كذا، او لو انا بس عندي كذا، او لو جات لي الحاجه الفلانيه حياتي هتبقى احسن بكثير. فهو في الحقيقه ايه؟ دايما بيبص للحاجه اللي مش عنده. من الاخر اللي احنا برضو بنقول عليها بالبلدي كده: ما بيملاش عينه غير التراب. فالكاتب يعني بيقول لك ان انت ايه؟ تركز على الحاجه اللي brings you joy، ما تركزش على الحاجات اللي مش موجوده عندك، لان ده مش هيخليك thankful، ده هيخليك شخص حزين. اخيرا بيقول لك بقى تركز على البوزيتيف ايموشنز وتتجاهل النيجاتيف ايموشنز. وبيضرب لك مثال عشان يوضح لك قد ايه الموضوع ده مهم، قد ايه موضوع الشكر والامتنان ده مهم. فبيقول لك لو انت سالت حد ساكن جنب السي او ساكن جنب الاوشن، هيقول لك يعني مش فارقه معاه كتير، مش بيفكر فيها اصلا، هو مش مهتم بحاجه زي كده. ولكن لو سالت حد مش عايش جنب الاوشن، هيقول لك يا ده الناس دي مبسوطه قوي، والناس دي يا بختها. how fortunate those individuals are to live so near the ocean. الناس دي محظوظه جدا ان هم عايشين جنب الاوشن. فانت ممكن تبقى عايش جنب الاوشن ومش حاسس ان دي نعمه، ومش بتفكر فيها، ومش مهتم بيها، بينما في ناس تانية بتتمنى ان هي تبقى مكانك. فانت في بعض الحاجات اللي انت مش شايفها نعمه اصلا، بالنسبه لبعض الناس التانية هي لكجري، هي رفاهيه كبيره، او هي امنيه، او هي حلم من احلامهم اصلا. الكاتب بيعيد نفس الكلام تاني، بيقول لي ان انت ممكن ما تبقاش عارف كم الحاجات بقى اللي شبه حوار السي والاوشن ده. انت مش عارف كم الحاجات اللي في حياتك اللي شبه المثال ده، كم الحاجات اللي انت مش مديها حقها، اللي انت فاكر ان هي ولا حاجه، بس في الحقيقه هي نعمه كبيره جدا، وعمرك ما هتحس بيها الا ايه؟ الا لما تغيب، او in their absence.
فبس يعني فالكاتب اداني الكونكلوجن بتاعته وقال لي ان انت لازم دايما تقول ثانك يو او ام سوري. والباسج ده يعني هي ولا هي انفورماتيف ولا هي برسويسيف ولا هي ناريتيف، هي من الاخر كأن كده الكاتب كان قاعد متضايق او عنده شويه ايموشنز، ففتح كده الفيس وكتب بوست على الفيس او حاجه على ريدت او ايا يكن او على تويتر، وحطها لنا في الامتحان بتاعه. فده كده زي يعني ترين اوف ثوت، هو حبل افكار الكاتب، مفيش فيها اي ستراكشر بطريقه معينه، او مش باسج ليها ستراكشر واضح زي اللي احنا اتعودنا عليه. بس الكلام نفسه مش صعب، الكلام نفسه سهل باذن الله عليكم. بس هي المشكله ايه؟ ان هو مش ستراكشر، او ملوش ستراكشر واضح وثابت. طيب المهم المين بقى ايديا بتاعه الباسج شود بي نقط او از نقط. الحاجه الاساسيه في الباسج اللي الكاتب بيتكلم عنها هي ايه؟ هي ان انت دايما لازم تبقى ثانكفول وجريتفول للحاجات اللي عندك. ما فعلا دي حرفيا كل الباراجرافز الموجوده بتتكلم عن نفس الجزئيه، ان انت قد ايه لازم تبقى ثانكفول، وان انت قد ايه لازم تحس بالنعم اللي حواليك وانت في نعم كتيره، ولازم تبقى راضي، والرضا سر السعاده. كل الكلام ده اتكرر على مدار الباسج، فالاجابه الصح هنا هي دي. طيب ايه الحاجه اللي بتمنعنا من feeling grateful؟ فاكر لما قلت قبل كده ان الرضا دي او الكاتب وصف الرضا بان هو سر السعاده، انك تبقى فرحان بالحاجه اللي عندك او مبسوط بالحاجه اللي عندك او راضي بيها. start feeling thankful for what you already have، انك تبقى راضي بالحاجات اللي اوريدي عندك rather than ايه stressing about what you do not have. يبقى الحاجه اللي عكس ال thankfulness هي ايه، او عكس ال gratitude هي ايه؟ هي انك تستريس اوت على الحاجات اللي مش موجوده عندك، او تركز على الحاجه اللي مش معاك. طيب الكاتب بيقول بدل ما تقول ثانك يو خلاص، انت لازم تعمل نقط، لازم تبقى عارف معناها، لازم تبقى مقدر معنى الكلمه دي، هي مش حاجه كده بتترمي وخلاص، لازم تبقى عارف معنى الجراتيتيود، لان ده اصلا الحاجه اللي الكاتب بدأ بيها الباسج. قال لك دلوقتي انت بترمي كلمه زي كلمه شكر، بس هل انت فعلا ثانكفول ولا لا؟ فيبقى بالنسبه للكاتب قبل ما تقول ثانك يو انت لازم ايه؟ لازم تتاكد ان انت فعلا بتعني الكلام ده، وان انت فعلا ثانكفول للحاجه اللي انت بتتكلم عنها. طيب ايه الحاجه اللي الناس مش بتاخد بالها منها when it comes to gratitude؟ او ايه الحاجه اللي دايما overlooked او دايما الناس ما بتاخدش بالها منها؟ او ان الناس مش شرط الحاجه، مين هم الاشخاص اللي دايما overlooked؟ هتلاقي اللي هم مين؟ people who labor to make our lives more comfortable. احنا ايه؟ بنتجاهلهم. we rarely give them any thought. احنا مش احنا بنتجاهلهم او مش بنفكر فيهم تماما، بالرغم ان هم بيشتغلوا عشان يخلوا حياتنا اسهل واحسن. فيبقى مين الناس who are often overlooked؟ مش ايه، لان انا قلت في الاول ايه الحاجات اللي احنا بنتجاهلها، لا، مين الناس اللي احنا بنتجاهلهم؟ هم الناس اللي بيقدموا لنا essential services for our daily lives. الناس اللي بتقدم لنا خدمات مهمة وضرورية جدا في حياتنا، وبيشتغلوا عشان يخلوا حياتنا more comfortable، وبيشتغلوا عشان يخلوا حياتنا احسن واريح. هم دول الناس اللي احنا ايه؟ مش بنركز معاهم او مش بنفكر فيهم، بالرغم ان في الحقيقة احنا المفروض نبقى بنفكر فيه. طيب سؤال 25 بيقول لي ايه؟ بيقول لي والله ان فاكر الانالوجي بتاعت الناس اللي عايشه جنب الاوشن والناس اللي مش عايشه جنب الاوشن، وقد ايه ان انت لو سالت حد عايش جنب الاوشن هيقول لك عادي يعني ما فيهاش حاجه، بس لو سالت حد عايش بعيد عن الاوشن هيقول لك يا بخته، ده راجل محظوظ جدا ويا ريتني كنت مكانه. فبيقول لي ان المثال ده والانالوجي دي بتوضح لي ايه؟ بتوضح لي ان بعض الناس ممكن تتيك something for granted. بعض الناس بالنسبه لها الحاجه دي عاديه جدا ما فيهاش اي مشكله، ولكن بالنسبه لناس تانية الحاجه دي هتبقى ايه؟ هتبقى luxury بالنسبه لهم، هتبقى رفاهيه، هتبقى حلم، هتبقى دريم، هتبقى وش، هتبقى حاجه بيتمنوها او بيحلموا بيها، او حاجه بالنسبه لهم تعتبر رفاهيه. فيبقى الحاجه اللي بالنسبه لبعض الناس عاديه بالنسبه لبعض الناس تانية ايه؟ رفاهيه. طيب هل في اي كلمه هنا معناها رفاهيه؟ لا، عشان كده اصلا السؤال ده غلط. السؤال ده ما فيش فيه ولا اجابه صح. اقرب حاجه لكلمه رفاهيه ممكن تبقى كلمه افلونس، فانت ممكن تختار اوبشن دي لان هو اقرب اجابه للصح. بس هل الاجابه الصح موجوده هنا؟ لا، ما فيش ولا اجابه من هنا تفت السؤال تماما. طيب 26 بيقول لي according to the passage we can infer that true happiness comes from نقط. السعاده الحقيقيه بتيجي منين؟ احنا لسه قايلين حالا بتيجي من الرضا، بتيجي ان انت تبقى عندك، تبقى راضي بالحاجه اللي عندك، او ان انت يبقى عندك gratitude او تبقى شاكر ومبسوط وممتن للحاجات اللي موجوده عندك. طيب هل بتيجي من انك تقارن نفسك بباقي الناس؟ بتيجي من انك تركز على الحاجات اللي مش موجوده عندك؟ بتيجي ان انت تقعد تعيش في الذكريات بتاعتك وخلاص وتعيش في الماضي؟ لا طبعا، ولا واحده من دول بتفت الثيم بتاع الباسج. كل الحاجات دي حاجات سلبيه ومش بتفت المين ايديا بتاعت الباسج. فالاجابه الصح هنا هي سي. طيب الباسج بتقول لي ان انا المفروض اعمل نقط بدل ما اخد الاشياء فور جرانتد. المفروض ان انا ايه؟ ابقى ممتن للاشياء اللي انا باخدها فور جرانتد، ان انا اشو امباثي اند ايه اهم حاجه اكسبريس ابريشيشن، ان انا ابقى ممتن او ابقى شاكر للحاجات اللي انا باخدها فور جرانتد. فلو لاحظت هي في الباسج فيها سنترال ثيم واحد بس، وهو ده اللي متمحور حوالين الاسئله كلها.
فانت لو فاهم السنترال ثيم، الاسئله كلها باذن الله بالنسبه لك هيبقى ما فيهاش اي مشكله. طيب سؤال 28 بيقول لي ان الشكر او الامتنان او انك تبقى مبسوط بالحاجه اللي عندك، الرضا، costs nothing more than not. هل عشان تبين للناس ان انت ممتن لوجودهم، هل انت محتاج دايما تجيب لهم expensive gifts all the time؟ هل محتاج هدايا كتير وبتاع؟ هل محتاج grand gestures on special occasions، يعني في اعياد ميلادهم وفي حاجات زي كده تقعد تعمل لهم بقى حفله ولا تجيب لهم كيكه ولا بتاع؟ لا. هل ده اللي انت محتاجه؟ لا طبعا. هل محتاج ان انت تتبع a strict etiquette rules، تتبع بقى قواعد الاتيكيت، وان انت تبقى مش عارف وكل علاقاتنا تبقى روبوتك وكده؟ لا، انت بس كل اللي محتاجه ايه؟ an open and sincere heart. ده بالمنطق. طيب انسى بقى المنطق خالص، تعالى بص لي على الباسج نفسها. هل الكلام ده موجود في الباسج؟ اه موجود. في اخر جمله خالص في الباسج قال لي ان الجراتيتيود او السيمباثي بتيجي من ان اوبن هارت. كل اللي محتاج ان انت يبقى قلبك كبير وقلبك مفتوح وتبقى شخص كايند. وده ايه؟ وده هو اللي بيخليك تقدر ان انت تشو جراتيتيود للناس اللي حواليك. طيب جمله we rarely give them any thought بتimply ان احنا احيانا بنبقى نقط ناحيه الناس اللي بتساعدنا، ان احنا احيانا بنبقى ingrate او ingrateful، ان احنا بنبقى ما عندنا عدم شكر او عدم امتنان، بنبقى thankless، بنبقى عندنا جحود ناحيه الناس اللي ممكن بتساعدنا. طيب الكلوك وايز موشن اللي اتذكرت في الباسج بترمز لنقط. الكلوك وايز موشن دي كانت اتذكرت في باراجراف 2. المفروض اصلا يبقى عليها هايلايت، يعني المفروض في الامتحان كان يبقى حاطط لك تحتها اندرلاين عشان تعرف هو بيتكلم عن ايه. بيقول لي هنا ان many of us operate with efficiency and precision in a clockwise manner. الكلام ده الكونتكست بتاع الكلمه دي، عشان طبعا احنا عشان نعرف معنى كلمه لازم نفهم الكونتكست بتاعها. فبيقول لي هنا ان احنا دايما شغالين في حياتنا بكلوك وايز مان. يعني ايه؟ يعني احنا دايما حياه مركزين فيها على نفسنا بس. حياه احنا ايه؟ مش شايفين فيها الناس اللي حوالينا، كل اللي احنا مركزين عليه نفسنا والوانتس بتاعتنا والنيدز بتاعتنا. نفس الكلام اللي قاله لي هنا، قال لي we are occupied with attempting to live. احنا عايزين نعيش حياتنا نميت our wants، نلبي احتياجاتنا ون accomplish our objectives، ونحقق الاهداف بتاعتنا. فاحنا مش بنشوف الناس اللي حوالينا. فبالطريقه دي احنا حياتنا عايشه in a clockwise manner، عايشه في ايه؟ في روتين يومي ممل وبوري، كل هدفه ان انا ايه؟ عايز انجح وعايز البي احتياجاتي وعايز احقق احلامي. فكل ده ايه؟ كلام a routine and busy lifestyle. والكلام ده المفروض ان انا اكسر المونوتوني دي واكسر الملل ده واكسر اللايف ستايل ده عن طريق ان انا ايه؟ ابين شكري وتقديري للناس اللي حواليا. طيب باسج هي كانت رخمه شويه الباسج اللي فاتت، لان انت لو يعني فيها كلمات برضو كتير صعبه شويه وتقيله شويه، ولو انت ما كنتش فاهم السنترال ايديا بتاعت الباسج عمرك ما هتعرف تحل الباسج نفسها كويس. بس اللي منكم فاهمها باذن الله هيلاقي ان الاسئله بالنسبه له كانت سهله. طيب الباسج الرابعه بقى باذن الله هتلاقي ان هي اسهل بكتير جدا في الفهم من الباسج الثالثه، وباسج تيبيكال جدا وسهله جدا، وباذن الله هنقراها بسرعه فائقه يعني. الباسج بتكلمني عن الاوزون لاير، بتقول لي والله ان الاوزون لاير دي مهمه جدا، هي طبقه في الارث ستراتوسفير فيها O3 molecules. ليها بقى ايه؟ دور مهم جدا، a crucial role in protecting our life and our planet from harmful effects of ultraviolet radiation. يبقى اليو في لايتس دي اللي بتيجي من الشمس، مين اللي بيمتصها؟ الاو 3 molecules اللي في الاوزون لاير. طيب افترض بقى ان الاوزون لاير دي اختفت without this protective layer. Life on Earth would be profoundly impacted. الحياة بتاعتنا على الأرض إيه؟ هتتأثر بشكل كبير جدا. ليه بقى؟ وقال لي والله إن هي مش بس هتتأثر، لا ده هيبقى فيه far-reaching consequences for ecosystems, human health and environment. يبقى دي كده الثيسيس ستيتمنت بتاعتي. وزي ما قلنا قبل كده للي منكم ما يعرفش، الثيسيس ستيتمنت دي هي الجملة اللي بتلخص لي الباسج كلها. يعني الباسج كلها لو أنا هجمعها في جملة واحدة بس هتبقى الجملة دي، إن اليو في أو سوري إن الأوزون لاير لو اتشال ده هيبقى ليه تبعات قوية جدا على الايكو سيستم، على الهيومن هيلث وعلى الانفايرمنت. طيب هيبدأ الأول يكلمني عن الهيومن هيلث، فبيقول لي إن أول تأثير هنشوفه للأوزون لاير لو اتشالت، يعني إن اليو في راديشن هيبقى عالي جدا، اللي هيوصل للأرض يعني هيبقى عالي جدا. طيب اليو في راديشن ده هيعمل إيه لما يوصل للأرض؟ هيبقى ليه هارمفul افكتس كتير، هيسبب سكين كانسر، هيسبب كاتاراكتس، هيسبب اميون سبريشن ان هيومنز، ممكن كمان يعمل ميوتيشن او يعمل دامج في الدي ان اي ان بلانتس اند انيمالز. ده هيقلل الفيرتيليتي، هيعمل جينيتك ميوتيشن، هيعمل ديسربشن في الايكو سيستمز عندك. فيبقى باراجراف سهله جدا بسيطه جدا ما فيهاش اي مشكله. يبقى ده كده اول باراجراف بتتكلم عن ايه، او اول باراجراف في البودي بتتكلم عن تاثير الاوزون لاير على الهيومنز. تاني واحده هتكلمني عن تاثير الاوزون لاير او تاثير اليو في راديشن على الاجريكلتشر او على الزراعه. فبيقول لي والله ان في محاصيل كتير جدا تعتبر سنسيتيف لليو في، فبالتالي لو اليو في زاد هيقلل
الييلز، هيقلل كميه المحاصيل بتاعتنا، هيقلل المحتوى الغذائي بتاع المحاصيل، كمان هيقلل او هيدسربت او هيأثر على الفوتوسينثيسيس او عمليه البناء الضوئي بتاعه النباتات، هيقلل الكروب برودكتيفيتي، هيقلل كميه المحاصيل اللي بتطلع، وممكن يسبب لنا فود شورتجز، ممكن يسبب لنا نقص في الاكل او نقص في المحاصيل اللي بتطلع عندنا. طيب ده كده احنا عرفنا تاثيرها على الهيومن هيلث، عرفنا تاثيرها على البلانتس، هنعرف بقى دلوقتي تاثيرها على الايكو سيستم. فبيقول لي والله ان هي ليها تاثير على المارين ايكو سيستم بالتحديد. يعني ايه اللي هو الميه يعني، او المارين يعني البحر، فليها تاثير على النظام البيئي البحري. بيقول لي ان في مخلوقات صغيره او في مايكروسكوبيك اورجانيزمز اسمها فايتوبلانكتونز او فيتوبلانكتون. المهم يعني ان المخلوقات دي بتعيش تحت الميه. اليو في راديشن بتخترق الاوشن ووتر وبتنزل بتعمل دامج او بتاثر على او بتدمج او بتدمر الفايتوبلانكتونز. طيب المشكله هنا في ايه؟ المشكله هنا ان الكائنات دي مهمه جدا، هي ليها a crucial role in regulating the earth's climate. ليه؟ لانها بتعمل فوتوسينثيسيس، فهي بتعمل كميه اكسجين، فهي ليها دور في المحافظه على الكلايمت بتاع الارث. طيب لو قلت الكلايمت نفسه هيحصل فيه مشاكل. طيب كمان لو قلت ده هيدسربت المارين فود ويبس. ليه؟ لان هي اصلا at the base of the marine food webs. لان انا دلوقتي مثلا عندي الحوت بيتغذى على كائن اصغر منه، على كائن اصغر منه بيتغذى على كائن اصغر منه، وهكذا. والسايكل بتفضل ماشيه لحد ما نوصل لاصغر كائن عندنا اللي هو مين؟ اللي هو الفيتوبلانكتون. دول مش بيتغذوا على كائنات اصغر منهم، دول بيعملوا الانرجي بتاعتهم من الفوتوسينثيسيس. فلو دول اختفوا او دول قلوا، ده هيأثر على ايه؟ هيأثر على الفود ويبز كلها، هيأثر على كل المخلوقات اللي في الفود ويب في اي مارين ايكو سيستم. كلهم ايه؟ هيتأثروا، وهيحصل انقراضات وهيحصل حاجات زي كده، وممكن يؤدي الى ايكو سيستم كولابس. اخيرا بعد ما اتكلمنا عن الهيومن والاجريكلتشر والايكو سيستمز، هنتكلم عن الانفايرمنت. قال لك والله ان لو اليو في راديشن زاد، ده هيؤدي ايه؟ هيؤدي الى تغير شديد جدا في الارث's كلايمت. طيب ايه اللي هيحصل؟ بيقول لي والله ان هيحصل تغير في الاتموسفيريك سيركيوليشن باترنز، هيحصل كلايمت فاريابيليتي، يعني هيبقى في الكلايمت من الاخر مره تمطر، مره درجه الحراره تبقى عاليه، مره درجه الحراره تبقى واطيه، هيبقى في فاريابيليتي كتيره جدا في الكلايمت مش هيبقى ثابت. كمان الراديشن ممكن تزود الجرين هاوس جازز، فبالتالي ممكن تكتر من الجلوبال وورمنج والكلايمت تشينج. وفي النهايه يعني بيقول لي بقى ان الاوزون لاير دي مهمه جدا، وبتحمينا احنا، بتحمي الارض وبتحمي النباتات وبتحمي الحيوانات وبتحمي الايكو سيستمز وبتحمي الانفايرمنت. ولو ما كانتش موجوده الارث فعلا ممكن ان هي تتدمر، او ممكن شكلها يتغير تماما عن شكلها الحالي. فيبقى لو هنلخص الباسج في جمله واحده تبقى ايه؟ تبقى تاثير الاوزون لاير في الحفاظ على الايكو سيستمز والهيومن هيلث والانفايرمنت من الالترا فايوليت راديشن. طيب نخش على الاسئله. اول سؤال بيقول لي الاوزون لاير بتحمي الارث من نقط، احنا لسه قايلين الالترا فايوليت راديشن. طيب ازاي الزراعه هتتاثر بفقدان الاوزون لاير؟ تلقائي انا عارف هطلع ادور فين، هطلع ادور في الباراجراف الظريفه بتاعتنا دي، لان هي اللي بتتكلم عن الزراعه، او سوري في الباراجراف اللي هي بتتكلم عن الزراعه اللي هي فين. طيب فالمهم الزراعه هتتاثر ازاي لو الاوزون لاير اختفت؟ برضو الكلام ده احنا لسه قايلين حالا ان الكروب ييلز هتقل وهتسبب لنا فود شورتجز موجود عندنا في اخر باراجراف 3. طيب من غير الاوزون لاير اليو في راديشن هتزيد. حلو. هتؤدي الى نقط، لو اليو في راديشن زادت هتؤدي الى نقط. احنا لسه قايلين ان هي هتاثر على المارين فود ويبز طبعا، لان هي بتقتل الفيتوبلانكتون. هتقلل الفيرتيليتي بتاعت البلانتس اند انيمالز، هقول لك ايوه موجوده في اول باراجراف عندنا او في تاني باراجراف عندنا ان هي بتقلل الفيرتيليتي. طيب هل هي بتؤدي الى higher rates of skin cancer in humans؟ طبعا ده واحده من اسوأ الحاجات اللي بتعملها الهيومنز هي السكين كانسر. طيب هل بتقلل الفيتوبلانكتون populations؟ طبعا احنا لسه قايلينها حالا، الكلام ده اتكلمنا عنه في باراجراف 4. اذا الاجابه الصح هنا هي all of the above. طيب فين all of the above؟ مش موجود. فيبقى السؤال ده المفروض ان هو يتلغي او في غلطه، لان الاجابه الصح هنا هتبقى ايه؟ هتبقى زي ما قلت الاربع اختيارات ينفعوا، يعني الاجابه الصح هنا هي all of the above. الاثنين دول ينفعوا والاثنين دول ينفعوا. طيب زي ما قلنا هنا الاوبشن الاجابه الصح كانت دي. طيب 34 بيقول لي ايه؟ بيقول لي المارين ايكو سيستمز هتتاثر ازاي باليو في راديشن؟ احنا لسه قايلين الفايتوبلانكتونز بتموت، فبالتالي او بتتاثر على الاقل، فده بيأثر على الايكو سيستم كله او بيأثر على الفود ويبز كلها. طيب لو فقدنا الاوزون لاير، ده هيبقى عنده كاسكيدنج افكت اون ايرث's كلايمت باي نوت. ازاي الاوزون لاير هتأثر على الكلايمت بتاع الارض؟ طيب الكلايمت بتاع الارض ده لو انا عايز اعرف اجابه السؤال هطلع ادور فين؟ هطلع ادور هنا.
اللي بتتكلم على الانفايرمنت وبتتكلم عن تاثيرها على الكلاينت. طيب الاجابه الصح هنا هتبقى ايه؟ الاجابه الصح هنا هتبقى ايه ودي. هتقولي طب ما هو مفيش اجابه بتقول ايه ودي، اقول لك ايوه، لان هنا في اجابتين صح. ولو زي ما تلاحظ ده هيبقى ثيم في الباسج بتاعتنا، لان لسه في اسئله تانيه برضو هتلاقي فيها اكتر من اجابه تنفع. هل الاوزون لاير لو راحت، مش ده هيعمل altering للاتموسفيريك سيركيوليشن باترنز؟ هقول لك اه. هتقولي ليه؟ عشان مذكوره بالنص في الباسج، اطلع شوف. طيب هل ده هيعمل exacerbating للجلوبال وارمنج اند كلايمت تشينج؟ هقول لك ايوه، لان ده برضو مذكور بالنص، اطلع شوف. الكلام ده الاثنين دول موجودين في باراجراف 4 اللي هي الباراجراف اللي بتتكلم عن الانفايرمنت، والاثنين دول موجودين. اذا برضو السؤال ده يا اما يتلغي، يا اما طبعا ياخد درجته اللي عمل الاجابه ايه، وياخد درجته اللي عمل الاجابه دي. طيب سؤال 36 بيقول لي حمايه الاوزون لاير مهمه جدا ليه؟ essential for نقط. هقول لك برضو ان ده واحد من الاسئله اللي الاجابه الصح فيها all of the above. هل هو مهم لحمايه الهيومن هيلث اند ويل بينج؟ طبعا، لان احنا قلنا ان هي بتسبب سكين كانسر، اليو في راديشن يعني بتسبب سكين كانسر وكاتاراكت وما اعرفش مين. فلو هي، لو في عندنا اوزون لاير، فاحنا كده بنحمي الهيومنز، احنا كده بنقلل الكلايمت تشينج، لان طبعا يو في راديشن بتسبب كلايمت تشينج وبتسبب فاريشن في الكلايمت. احنا كده بنحمي البايودايفرستي بتاعت المارين انيمالز، لان احنا بنحمي الفيتو بلانكتونز. احنا كده بنسبورت الاجريكلتشر برودكتيفيتي، لان احنا قلنا ان اليو في راديشن بتقلل الكروب ييلدز. فالاجابه الصح هنا هي all of the above. 37 بيقول لي ان اليو في راديشن بيأثر على الدي ان ايه بتاعت الاورجانيزمز، وده بيؤدي الى نقط. طيب تعال نشوف، لو انا اثرت على الدي ان ايه بتاع الاورجانيزمز، الكلام ده اولا كان موجود فين؟ كان موجود هنا. ده بيؤدي الى ايه؟ UV radiation can also damage DNA in plants and animals, leading to reduced fertility, genetic mutations, and disruptions in the ecosystem. Increased genetic mutation ايه؟ reduced fertility and reproductive success. لا العكس، reduced fertility يعني قلة الخطوبة. فما في الخصوبة مش الخطوبة. reduced fertility يعني قلة الخصوبة، فبالتالي ما ينفعش طبعا اقول عندنا reproductive success. weakening of the immune system ما اتذكرتش في الباسج، و disruption of the hormone regulation برضه ما اتذكرتش في الباسج. 38 بيقول لي ان خساره الاوزون لاير هتؤدي الى نقط increased rates of sunburn and skin damage. طبعا ما احنا قلنا ان هي واحده من اكبر تاثيراتها اليو في راديشن، ان هي بتعمل ايه؟ بتسبب سكين كانسر وبتسبب مشاكل كتير في السكين. طيب باقي الاختيارات كلهم مش موجودين، او ما عليهمش اي ايفيدنس من الباسج يعني. طيب الفايتوبلانكتونز دول important لانهم بيعملوا نقط. هقول لك والله الاجابه الصح هنا هي all of the above. هم they form the base of the marine food chain. طبعا هم الاساس بتاعت الفود تشين، وانا لسه شارح الموضوع ده وانا بشرح الباسج. هم ليهم دور في ريجوليتنج ايرث كلايمت طبعا، لان هم بيعملوا فوتوسينثيسيس وبيخرجوا اكسجين، وده ليه دور في الايرث كلايمت. طيب هل هم بيعملوا اكسجين ثرو فوتوسينثيسيس؟ ايوه، ما انا لسه قايل لك حاجه. هل هم ليهم دور ان هم بيسبورت الديب سي ايكو سيستمز؟ طبعا بدون اي شك، هم اصلا البيس بتاعه المارين فود تشين. طيب اخيرا، النشاطات البشريه اللي بتؤدي الى الاوزون ديبليشن منها نقط. هقول لك والله السؤال ده هو اجابته سي، بس ما فيش اي ايفيدنس في الباسج. يعني هو المفروض ممكن شويه منكم يبقوا عارفين حوار الكلوروفلوروكربونز وان هي بتاثر على الجلوبال وورمنج، ولكن او ان هي بتقلل يعني الاوزون او بتزود الاوزون ديبليشن، ولكن هي مش موجوده في الباسج تماما. فبرضه سؤال زي كده المفروض يا اما كان حاجه زي كده تتوضح لكم في الامتحان، يا اما مثلا ممكن يبقى في باراجراف ناقصه من الباسج، انا ما اعرفش. بس لو الباسج زي ما هي كده بالظبط ومفيش عليها اي ايفيدنس، فالمفروض برضه السؤال ده كان هو كمان يتلغي. الباسج الخامسة عندنا بدأت الحوار بالكلام عن الاسترويدز، فبتقول لي ان الاسترويدز دي هي sharp pieces of creation occasionally strike Earth، يعني تخبط في الأرض كده من فترة للتانية. بيقول لي ان حوالي 150 traverse the root of the planet، يعني في حوالي 150 استرويد حوالين البلانت بتاعنا. يعتبروا كأنهم بقايا من خلق بقى الشمس وخلق السولار سيستم بتاعنا. أغلبهم موجودين في حزام كده ما بين مارس وجوبيتر. طيب بيقول لي ان الانيشال استرويد was too small for the unaided eye to see، يعني احنا ما نعرفش نشوفه بعيننا المجرده. واول استرويد اكتشفه ان ايطاليان مانك، يعني راهب ايطالي كان شغال في بايرمو. وده اول استرويد اكتشفناه واكبر استرويد اكتشفناه. كان حوالي الويت بتاعه كان 8 كيلو. طبعا ده استرويد عملاق جدا وضخم جدا. ماشي، يبقى الانترودكشن هنا كلمتني عن الاسترويدز وكلمتني عن يعني مجرد شويه معلومات بدائيه عنها. طيب انت عايز تقول لي ايه بقى بالظبط يا عم كده؟ فبيقول لي والله ان
لو انا عندي استرويد ضخم هو ممكن ينفجر بقوه 1000 قنبله هيدروجينيه، فطبعا ممكن ينفجر بقوه مهوله. كل الانفجار ده would launch a large amount of dust and crushed rocks للسماء. فاحنا كده دلوقتي بقى عندنا كميه كبيره جدا من الغبار والتراب في السماء. بيقول لي ان هم هيفضلوا هناك من كتر قوه الضربه، هيفضلوا هناك لمده شهور. طيب لما تطلع كده السماء هتعمل ايه؟ هتبلوك ذا ماجوريتي اوف sunlight، فبالتالي ما بقاش عندنا شمس. السيفلايزيشن هتتاثر جدا، اهم من كده الزراعه هتتاثر جدا، وبلايين الناس ممكن ان هم يموتوا. طيب وزي ما هو زي ما لسه قايل لك، الحاله دي ممكن تمتد لشهور مش بس يوم او اسبوع. طيب في واحد اسمه دكتور ديفيد موريسون، وده واحد شغال في ناسا، بيقول لك والله ان ذا ريسك از ريل، الموضوع خطر فعلا. آه، difficult for the general public to understand، بالنسبه لعامه الناس هي حاجه صعبه ان انت تتخيلها، ان استرويد واحد مساحته 8 كيلو ولا حاجه يجي يخبط الارض ينفجر بقوه 100 او سوري 1000 قنبله هيدروجينيه. دي طبعا حاجه صعبه جدا ان احنا نتصورها. فبيقول لي ان الجنرال بابليك صعب عليهم ان هم يفهموا، وكمان الساينتست have only become recently aware او recently become aware، يعني عرفوا من فتره قريبه مدى خطوره الاسترويد دي. يعني دي برضو معلومه جديده بالنسبه للساينس. وبالنسبه او يعني بالنسبه لكلام دكتور موريسون، فهو بيقول ايه؟ بيقول والله ان احنا اكتشفنا سيفرال امباكت كريتر. الكريتر ده اللي هو لما الاسترويد بيجي يخبط في الارض بيسيب كده زي البصمه بتاعته، المكان اللي هو خبط فيه في الارض، وده كده احنا بنسميه الكريتر. فبيقول لي ان احنا اكتشفنا مجموعه كبيره من الكريترز في السولار سيستم كله مش بس في الارض. والكريترز دي ممكن برضو تساعدنا في فهم معلومات عن البلانيت، وتساعدنا في فهم معلومات عن الاسترويد نفسها. الإيرث بقى، بالنسبة للإيرث بالتحديد مش هنتكلم عن السولار سيستم كله، فهي فيها حوالي 130 كريتر، احنا اكتشفنا منهم 20 فقط، ف 20 have been found and the list is expanding but while different. في السنة بنكتشف خمسة أو ستة كمان. وأكبر كريتر لحد دلوقتي احنا عارفينه موجود في أونتاريو، مساحته 198 كيلو متر، يعني أو مش مساحته، يعني الدايمتر بتاعه من القطر للقطر الثاني 198 كيلو، طبعا ده كريتر عملاق جدا. فبدأ بقى يقول لي والله ان يعني الموضوع فعلا خطير، وان a celestial object that never made it to Earth detonated in the atmosphere. يبقى احنا كان عندنا استرويد انفجر في الاتموسفير، ما انفجرش على الارض، انفجر في الاتموسفير في سنة 1908 بقوة several hydrogen bombs. فده لو كان وصل للارض كان هيبقى اصعب واصعب كمان، والانفجار كان يعني كان هيبقى اقوى واقوى. وبسبب الانفجار ده اللي هو انفجر في الاتموسفير ما انفجرش على الارض، hundreds of square miles of forest were leveled by the following shockwave. يبقى احنا عندنا، شوف قد ايه مساحه رهيبه من الفورست اتدمرت بسبب نقط، بسبب استرويد في 1908 انفجر بقوه سيفرال هيدروجين بومبس. مش 1000، لا سيفرال دي يعني عده، ممكن 10 12 15 20، مش 1000 هيدروجين بومب. طيب شوف البتاع ده اللي عمل انفجار كبير جدا ده كان مساحته ايه؟ كان القطر بتاعه 38 متر. طيب ما بالك بحاجه القطر بتاعها 8 كيلو متر زي ما كان قال لي فوق 8 كيلومتر وايد. فمن الاخر الباسج دي ايه؟ هي بتحاول هي فيها وورنينج، يعني التون بتاع الاوثر، لو انا اتسالت عن التون بتاع الاوثر هنا يبقى التون فيه وورنينج، ان الكاتب بيحاول يحذرني من خطوره الاتموسفير، وبيحاول يعرفني انا كقارئ قد ايه الموضوع ده خطير وقد ايه الموضوع ده كبير ومش سهل. طيب اغلب الاسترويدز are located not in our solar system. اغلب الاسترويد احنا لسه قايلين موجوده ما بين مارس وجوبيتر، احنا قلنا الكلام ده من اول باراجراف خالص، قال لي ان اغلبهم موجودين في ما بين الكوكبين دول. طيب الديستركتيف باور اوف ا لارج استرويد امباكت، يبقى احنا عندنا دلوقتي استرويد كبير، مش من الحاجات الصغيره ال 35 كيلو ال 35 متر دي، لا انا بتكلم على استرويد كبير زي بتاع 8 كيلو، ممكن ينفجر بقوه نقط، بقوه 1000 هيدروجين بومبس. سؤال 43 بيقول لي ان احنا عندنا potential consequences such as نقط، يعني ايه هي العواقب من الاخر بتاعه a major asteroid strike؟ ايه اكبر مشكله ممكن تواجهنا؟ احنا لسه قايلين حالا ان لو حاجه زي كده حصلت واسترويد كبير زي كده خبط في الارض، اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان احنا عندنا كميه كبيره جدا من الدست هتطلع للسماء. ده هيأثر على هيأثر على الحضاره بتاعتنا، هيأثر على كميه الزراعه، ودي اهم حاجه، لان الشمس لو اتحجبت مش هيبقى في زراعه من الاخر. فاحنا كده ناس كتير جدا هتموت بسبب الجوع، هيموتوا من الجوع. طيب سؤال 43 هنا اجابته ايه؟ اجابته widespread starvation due to lack of sunlight. تقريبا نفس السؤال بالظبط بس بطريقه مختلفه، اجابته صح برضه هتبقى سي blocking sunlight and disrupting agriculture، دي هتبقى اسوأ consequence لللارج asteroid impact. اخيرا او مش اخيرا بقى، سؤال 45 بعدين بيقول لي
هل البابليك فاهم الثريتس دي ولا لا؟ واحنا لسه قايلين، انا مش هوجع دماغك واطلع تاني اجيبها لك من الباسج، احنا لسه قايلين ان لا، الثريتس دي مش مفهومه قوي من البابليك، ده حتى الساينتست نفسهم لسه فاهمين الموضوع ده قريب. فلا، البابليك مش فاهمين قوي مدى خطوره الموضوع. طيب الدليل اللي، او ايه هي الحاجه، ايه هي الايفيدنس اللي الساينتست بيستخدموه عشان يدرسوا الاسترويد امباكتس؟ طيب انا لو عايز ادرس الاسترويد امباكت، هل الاسترويد نفسه لسه موجود؟ لا. طيب انا بدرس ايه؟ انا بدرس الكريتر بتاعه، انا بدرس اللي هو المكان اللي انفجر فيه، اللي هي من الاخر impact craters on Earth and other planets where the evidence that scientists use to study the past asteroid impact. يبقى انا لو هدرسه، هو خلاص زي ما قلت الاسترويد نفسه خبط واتدمر وانفجر. طيب اللي لسه فاضل من الاسترويد هو ايه؟ هو موقع الانفجار نفسه اللي هو الكريتر. طيب الاسترويدز احنا بنكتشفها، ايه هي الفريكونسي بتاعت الاكتشاف الاسترويدز؟ احنا قلنا بنكتشف من 5 ل 6 كل سنه، احنا دلوقتي مكتشفين 20 و5 و6 جداد بيظهروا كل سنه. اكبر كريتر موجود عندنا دلوقتي مساحته او قطره 198 كيلومتر. سؤال 49 بيقول لي كميه، طبعا كل الاسئله دي اسئله مباشره فانا مش عايز اضيع فيها وقت، كلها اسئله مباشره وموجوده في الباسج بالظبط، وما اظنش ان حد منكم عنده فيها اي مشاكل. طيب انا عندي قد ايه او عندي كام امباكت كريتر موجود على الارث لحد دلوقتي؟ احنا قلنا احنا معانا 20 وبنكتشف امباكت كريترز جداد كل سنه. واخيرا سؤال 50 بيقول لي الامباكت كريترز دول انا بستفيد منهم او بعرف منهم نقط عن الاسترويد. هل بعرف منهم مدى قرب الاسترويد للارض؟ يا عم الاسترويد خبط الارض وانفجر، في حاجه اسمها مدى قربه للارض، هو اوريدي خبط الارض وانفجر خلاص. بعرف منهم ازاي الاسترويد بيعمل ديستركشن؟ لا، ما انا عارف، ما الاسترويد بيخبط في الارض وبيعمل ديستركشن، الجمله نفسها مش منطقيه. بعرف منهم الاتموسفير بتاع اذر بلانيتس؟ لا طبعا، انا بدرس الكريتر بتاعتي انا، عشان ادرس الاذر بلانيتس الاتموسفير بتاعهم عامل ازاي؟ مش منطقي تماما. انا بدرس الكريتر عشان اعرف ايه؟ الكيميكال كومبوزيشن بتاع الاسترويد. هي معلومه مش موجوده بالنص في الباسج، بس ممكن ان انت تتوصل للاجابه. لان اكيد لو استرويد جاي فيه مثلا كميه حديد كبيره جدا، هلاقي في الكريتر بتاعته كميه الحديد دي موجوده. لو في زنك، لو في ايا كان الميتال او ايا كان الماده، في نيتروجين كتير، هلاقي نيتروجين كتير في الامباكت كريتر بتاعي. فالاجابه الصح هنا هتبقى اوبشن A.